مش هقولك اعمليها ولا حتى هقنعك بيها، ده انتي بس كل اللي محتاجاه في فيديو النهارده ان يبقى عندك شريحتين من الفراخ البانيه او صدور الفراخ وواحدتين من البطاطس، وهتقومي حالا على المطبخ وهتنفذيها. تابعوا معايا الفيديو للاخر لان حقيقي فيديو النهارده فيديو للمستعجلين، للموظفين، للكسلانين والحيرانين كمان. يلا مع بعض نبدا ونقول بسم الله. طاسه عندك كده حلوه على النار، ضفت معلقتين كبار من الزبده ومعلقه من الزيت، جبت صدور الفراخ وقطعتها بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده، ونزلت عليهم تشويحه حلوه كده على النار مع الزبده والزيت، وعليهم شويه ملح وفلفل اسود لحد لما الفراخ فقدت كل السوائل اللي فيها. في الوقت دوت ببقى محضره شويه فلفل على بصل، عندك فلفل الوان، عندك زيتون، اي حاجه كده تزود الكميه وتدينا طعم حلو. تنزلي بكميه الخضروات دي كلها على صدور الفراخ وتبتدي تقلبي عقبال ما صدور الفراخ مع الخضروات كده تدبل وتاخد وتدي مع بعضها. هاتي حله كده حلوه عندك وواحدتين كبار من البطاطس او 3 حبات كده كبار من البطاطس، تبتدي ان انت تسلقيهم 3/4 تسويه. بتكون في الوقت دوت الفراخ بتاعتنا تمام هي والخضار. ببقى محضره كوبايه من الحليب مدوبه فيها معلقه واحده بس من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من المرقه الفوريه وكمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. قلبي كل المكونات دي مع بعض، بس خلي بالك انا ببقى هنا مهديه النار على الاخر علشان انا مش عايزه القوام يتقل معايا. كمان البطاطس بتاعتنا بتكون جهزت، بترفعي البطاطس من على النار، وهنا انا عايزاكي تقطعي البطاطس تقطيعه اصغر من دي شويه، لان اقولك الحقيقه يعني ما بكدبش عليكم، انا ما كنتش ناويه اعمل الوصفه دي، كنت كده في دماغي اعمل حاجه تانية، يعني كنت هعمل طريقه تانية، وبعدين جات لي الفكره فرحت قلت يلا ننفذها. بس انت لو هتعمليها بنفس الطريقه اللي انا بعملها النهارده دي، هتقطعي البطاطس مكعبات صغيره خالص عشان تبقى معاكي اسهل. طيب ايه اللي انا ضفته ده؟ انا لقيت هنا قوام تقل معايا شويه، فضفت معلقه كبيره كده من الميه اللي كنت بسلق فيها البطاطس عشان تخفف معايا القوام شويه. بايركس عندك او اي صينيه بتحبي تشتغلي فيها، بتنزلي بكميه الخليط كلها وعليها من فوق الوش عندك بقى جبنه رومي مبشور، عندك موتزاريلا زي ما انا بعمل كده. في الوقت ده كمان الفرن بتاعنا بيبقى شغال على درجه حراره 200، بتدخل الفرن على الرف الاوسط لحد لما تاخد لون معاكي وتبقبق. والله الله عليكي يا نشوى وعلى افكارك، بذمتكم كده ما استاهلش بقى تسلم ايدك يا نشوتي ولا ايه؟ الطريقه ديت فعلا انا كنت داخله المطبخ اعمل لكم وصفه شبه دي، يعني فيها كل المكونات دي بس مش هي قوي، وبعدين رحت مغيره رايي على اخر لحظه ورحت عاملاها بالطريقه دي، طلعت طعمها حلو جدا ومميزه جدا. اتمنى ان كل اللي شاف فيديو النهارده دوت يمنشنوا لاصدقائكم اللي بيحبوا الاكلات السهله والسريعه. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير وشير كتير، بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.